المؤرخ أحمد كمالي جالس في مكتبة صديقه الراحل الكبير حسن كامي، الممثل والمثقف المصري المعروف، واللي كان بيمتلك واحدة من أهم المكتبات في مصر كلها ويمكن في العالم العربي. كتب نادرة غير طبيعية، وكانت مجلة أيام مصرية اللي صاحبها المؤرخ أحمد كمالي بتتباع في المكتبة دي يعني. فهو في زيارة لصديقه حسن كامي، جالسين مع بعض وبيتأملوا العدد الجديد والمقالات اللي موجودة في هذا العدد. في الحقيقة بنفتقد حسن كامي، وكتبنا عنه، عن والده، عن أسرته. كان معكم المؤرخ أحمد كمالي، وإلى اللقاء في صورة أخرى.